البسكوت ده تقريبًا من كتر حلاوته بقيت أعمله كل يوم، مش قادرة أقول لكم حلو واقتصادي جدًا، 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 وكمان من غير سكر ومن غير بيض. لو أول مرة بقى بتتفرجي عليَّ ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد إن شاء الله. أول حاجة هاجيب نُص كوباية عسل، تمام، عسل أسمر، هابدأ بقى أحط عليه نُص كوباية سمنة على زيت أو ممكن زيت بس، ممكن سمنة، وهابدأ بقى أقلب كويس جدًا، جدًا الحاجات دي. هاجيب بقى كوباية دقيق وهاحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا، وهاحط عليهم 3 معالق كاكاو صغيرين، ممكن تحطي كمان معلقة كاكاو لو انتي حابة. مش قادرة اقولك بقى الكاكاو مع العسل بيعمل ايه في طعم البسكوت ده، بيوديه في حتة تانية خالص خالص. تمام. بعد كده بقى هبدأ اقلب كويس جدا، هقلب بقى كل الحاجات دي وهنخلها كويس جدا، وبعد كده بقى هنزل عليها بقى على الايه، على العسل والسمنة او العسل والزيت، وهقلب كويس قوي قوي. هبدأ بقى احط كده الحاجات ديت، مش هعجن طبعا، هقلب واحدة واحدة تقليب بس. لو احتجت بقى دقيق هحط، طبعا العجينة هتبقى عجينة البسكوت الحلوة كده اللينة في ايديك كده، ما تكونش بتشقق معاكي زي ما انت شايفة كده. تمام. انا حطيت كوباية دقيق، احتجت كمان 3 معالق دقيق كمان، انت ممكن تحتاجي اكتر وممكن تحتاجي اقل على حسب نوع الدقيق بتاعك. هبدأ بقى ايه، احط كده واشكلهم بالطريقة دي، اي شكل بقى انت حابة تعمليه. لو عندك بقى اي بصمة اعملي بيها، ما عندكيش اعملي بالايه، بالشوكة زي ما انا عملت كده بس وخلاص. بعد كده بقى هندخله الفرن وهنطلعه. مش قادرة اقولك درجة حرارة الفرن طبعا بتكون درجة حرارة متوسطة، ما بتكونش درجة حرارة عالية قوي. بيطلع بالشكل ده، اول ما بيطلع من الفرن بيبقى طري كده وطعمه حلو جدا جدا وهو سخن. لو عايزاه بقى يبرد هينشف معاكي شوية، بيبقى العجينة بتبقى البسكوتة ناشفة كده وناعمة، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. لو اول مرة بقى بتتفرجوا عليا يا ريت ما تنسوناش باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. شايفين جماله كان حلو جدا جدا واقتصادي قوي قوي قوي. جربوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.